أنا نادية، هاحكي لكم حكايتي. كنت عايشة أنا وأبويا. أبويا راجل على قده جدًا، جدًا، جدًا. كان بيشتغل نجار، بس كان راجل كبير، كان يوم بيروح الشغل و10 لأ. وأنا كنت شغالة في مصنع ملابس. كنا ساكنين في منطقة شعبية جدًا، وكانت الدنيا ماشية. كانت والدتي متوفية وما ليش إخوات، وكنا عايشين في أوضة فوق السطوح. المهم أنا كنت بنت مؤدبة جدًا وأخلاقي معروفة في المكان بتاعنا إن أنا بنت مؤدبة أوي، وأبويا عرف يربيني وعلى قد حالنا، بس أبويا عرف يربيني كويس الحمد لله. المهم أنا كنت عايشة في المكان ده أنا وأبويا، وكنا سُعدا جدًا وكنا مبسوطين جدًا وما كانش في مشكلة. كان في جارنا شغال فاتح ورشة ميكانيكا اسمه علي. علي كان إنسان طيب جدًا، 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 وكان بيحبني أوي، أوي، أوي. قعدنا بتاع سنتين نحب بعض طبعًا من غير أي حاجة، اللي هو بصّات، اللي هو نظرات، اللي هو مثلًا بنات نتجمّع في فرح بنت في الشارع، نتجمّع في فرح ولد في الشارع، بنتجمّع كده العائلات بتوع الشارع مثلًا طالعين رحلة نتجمّع مع بعض، إنما ما فيش أي لقاء بيني وبينه لوحدينا ولا في أي حاجة، لإن أبويا كان معلّمني على كده، وأنا أخلاقي ما كانتش تسمح بكده، وإحنا كنا ساكنين في مكان شعبي فما كانش ينفع، كانت أي حاجة فيه بتتعرف. المهم جه علي وقال لي وقّفني في مرّة كنت في فرح واحدة صاحبتي كان في الشارع، الأفراح بتاعة الشارع اللي على قدّها دي. كان فرح واحدة صاحبتي في الشارع وكنت باحضر خطوبتها ووقّفني وقال لي أنا عايز أخطبِك، عايز آجي للحاج وأخطبِك. قُلت له طبعًا ما فيش مشكلة، لإن أنا وهو فاهمين إن إحنا الاتنين بنحب بعض، بس ما كانش في بيننا لقاء مباشر. المهم قُلت له: "طيب شوف بابا." وبابا قاعد مع الناس جوّه في الفرح، "شوف خُد منّه ميعاد وتعالَ." المهم بابا بعد ما خلّص الفرح قال له: "يا حاج أنا عايزك بس على القهوة 10 دقايق." قعدوا على القهوة شوية، فأخد منّه ميعاد. علي كان عايش هو ومامته بس، باباه متوفّي وليه أخت متجوّزة، كان عايش هو ومامته بس. مامته سِت كبيرة ومريضة، بس سِت غلبانة جدًا وطيبة جدًا وأنا باحبها أوي. لمّا بتصادف ونتقابل، اتقابلت أنا وهي مثلًا في السوق، اتقابلت أنا وهي في أي حتّة، فسِت جميلة وكانت دايمًا بترحّب بيّا وكانت دايمًا تقول لي عروسة ابني، فهي كانت فاهمة إن ابنها بيحبني. المهم أخد الميعاد قال لبابا خلاص أنا هاجي لك يوم الجمعة إن شاء الله ومعايا والدتي وعشان يخطبني. فبالفعل جه يوم الجمعة وجه هو ووالدته وقرينا الفاتحة، وأنا كنت مبسوطة أوي وهو كان مبسوط أوي وبابا كان مبسوط وطبعًا والدته كانت مبسوطة، كانت حاجة كده اللي هو على الضيّق أوي، أنا وأبويا وهو ووالدته وبس. المهم حددنا ميعاد الخطوبة، نعمل فرح كده اللي هي الأفراح بتاعة الشارع زي ما قُلت لكم، نعمل فرح في الشارع كده زي صحابي البنات اللي في المصنع واللي في الشارع معايا، حاجة كده في الشارع بسيطة، اللي هو نعرّف الناس إن إحنا مخطوبين، بحيث إن إحنا لو اتحركنا مع بعض أو اتقابلنا مع بعض أو أي حاجة تبقى الناس الإشهار يعني، يبقى الناس عارفة إن إحنا مخطوبين. فعلًا يوم الخميس اللي بعده رُحنا جِبنا دبلتين كده على القد ورُحنا يعني ضبطنا الدنيا وضبطنا الشارع وكده، وعملنا فعلًا فرح كده على القد في الشارع، وعملنا الخطوبة وكنا مبسوطين أوي، أوي، وعِشنا حياة حلوة أوي. أنا كنت باروح المصنع بتاعي، هو طبعًا قال لبابا بعد الجواز أنا معلش أنا آسف أنا مش عايزها تشتغل. فبابا قال له: "طبعًا يا ريت هنا يعني أنا مش عايزها تتعب زي أي أب في الدنيا." المهم كان اتفاقنا إن إحنا بعد الجواز على طول هنقعد من الشغل، بس دلوقتي أنا لازم أشتغل عشان أعرف أجهّز نفسي على قد ما أقدر، لإن أبويا على قدّه، وزي ما قُلت لكم هو راجل كبير فبيشتغل يوم و10 لأ. المهم كان في المكان راجل كبير وكان مبسوط أوي، كان عنده كذا محل في المنطقة وكان عنده يعني كان عنده كذا حاجة في المنطقة، المهم الراجل ده غني يعني. الراجل ده كان المفروض إن هو بيحب أبويا أوي، وأبويا كان بيعزّه لإنه ما شافش منّه حاجة وِحشة، والراجل بيني وبينكم سُمعته مش وِحشة ولا حاجة، يعني ما حدّش يعرف عنّه حاجة تقريبًا يعني هو من المنطقة بس كان كل حاجة غلط أو قذرة كان بيعملها في الدِرة، في المنطقة هو عايش هو وولاده ومراته اللي معروف عنّه إن هو مبسوط ماديًا وبس. مراته سِت كويسة بس مش كبيرة في السِن أوي، بس عندها القلب وتعبانة والناس كلّها عارفة إن هي تعبانة مش يعني مش بتاعة إجهاد أو مش بتاعة شغل كتير. المهم
الراجل ده أنا كنت باحس دايمًا إن عينه منّي. بس أنا برضه كان كل اللي في دماغي ده هو مش كبير أوي في السن، يعني مش قد أبويا، هو أصغر شوية بس راجل كبير في السن. فكنت باعامله إن هو عمي، اللي هو راجل كبير وصاحب أبويا، وكنت باتعامل على ده الأساس فقط. بس فجه في يوم من الأيام قال لبابا، هو كان عنده في منطقة تانية بس منطقة أرقى، كان عنده عمارتين. فقال لبابا معلش أنا هأجر، وكان عنده شقق فيها شقق مفروشة بيأجرها للسياح وللعرب وللأجانب كده. فقال لبابا معلش أنا عايز حد بس يروح الشقة مع الشغالة اللي هتروح يقف على ايديها عشان في ناس أجانب جايين يأجروا الشقة. الشقة دي فين؟ الشقة دي في مدينة نصر، فعايزة حد يروح بس يقف على ايد الشغالة. بابا قال له طيب تحب أنا أروح؟ فقال له لأ بلاش أنت تروح، أنت راجل كبير والشغالة هناك، فالشغالة أحسن تفهم حاجة غلط، فما ينفعش حد بس يروح. فإيه رأيك بنتك تروح بس تقف معاها وهديها اللي هي عايزاه. فبابا قال له تديها إيه، ما تقولش كده، دي زي بنتك، مفيش مشكلة. بابا جه عرض عليا الموضوع، قلت له يا بابا أنا طب أقول لعلي ولا لأ، لأن علي هيتضايق من حاجة زي كده، هيفتكرني إن أنا رايحة أخدم في البيوت. فبابا قال لي لأ، طب بصي عشان ما يحصلش مشكلة أو علي يرفض، خلاص ما تقوليش لعلي، أنتِ هتروحي ساعتين الصبح هتقفي مع الشغالة على إيديها، أنتِ مش هتعملي أي حاجة، هتقفي على إيد الشغالة وبس. قلت له خلاص يا بابا هات العنوان. فبابا جاب لي منه العنوان وبالفعل رحت رحت فيه فعلا. كان في شغالة هناك وكانت بتخلص الشقة فعلا، وكان في شقة فعلا ومفروشة وكل حاجة. الشغالة بتخلّص الشقة هناك، وخلّصت الشقة وما فيش. هو جه قبل ما الشغالة تنزل. فإزيك يا عمي عامل إيه وبتاع، فالشغالة راح مدّي الشغالة حسابها والشغالة مشيت. أنا كل ده مش متضايقة يا أخوانا، ده عمي المفروض صاحب أبويا وجه عشان يشوف الشقة. إيه هو حضرتك جاي ليه؟ ما فيش، أنا جيت بس عشان أبُص على الشقة عشان هامضي العقد مع الناس. كتّر خيرِك وإحنا تعبناكِ معانا. قُلت له: "لأ يا عمي ولا يهمك، حضرتك زي أبويا وتؤمر وكده وخلاص." فجأة لقيته بيبُص لي بصّة، طبعًا أنا قايمة ماشية سلام عليكم، لأ استني أنا كده، كده هامضي العقد وهنمشي على طول وهاوصّلِك معايا، ما تركبيش مواصلات البيت بعيد، لإن أنا فعلًا كان بيتي بعيد عن المكان ده. طيب أعمل إيه؟ طيب اقعدي بس معايا شوية لحد ما الناس تيجي، الناس خلاص قدّامها ربع ساعة، وعمل نَفْسه بيتكلم في التليفون والناس خلاص داخلة علينا وكده. طيب ماشي خلاص. فأنا قاعدة، قعد يكلمني شوية على علي خطيبي وربنا يتمم لكم بخير المهم لقيت نظرات غريبة، لقيت تصرفات غريبة، فبرضه مش مدية يا اخوانا شوية، بدأت أفهم لما بدأ يقرب مني كده. المهم يعني من غير الدخول في تفاصيل، المهم قدر يعني شبه يعتدي عليا بالغصب يعني، واعتدى عليا بالفعل. واعتدى عليا وما بقتش بنت بالفعل، رغم اني قاومته كتير جدا وصرّخت كتير وكل حاجة، بس اللي هو كان بيتهيأ لي مختار يعني الشقة اللي هي محذوفة شوية، ما فيش حد معانا في الدور أو حاجة، أنا مش فاهمة، لإن أنا صوّتت كتير أوي أو استغاثت كتير أوي وما حدش سمعني. المهم اعتدى عليَّ فعلًا ومشيت، يعني ومشي. نزلت طبعًا وأنا مش عارفة أعمل إيه ومش عارفة أروح فين، أنا منهارة من العياط، وأنتم عارفين البنت في الأماكن الشعبية دي بتبقى أهم حاجة عندها، طبعًا هي البنت أهم حاجة عندها في كل الأوضاع، هو شرفها. بس تحديدًا في الأماكن الشعبية بيبقى الموضوع ده مهم أوي. نزلت مش عارفة أروح فين ولا آجي منين ولا أعمل إيه، مش عارفة. المهم رُحت على أبويا، رُحت له الورشة لقاني منهارة من العياط، في إيه، في إيه؟ قُلت له نتكلم في البيت، طبعًا لفيت من الشارع التاني عشان الشارع ده فيه الم ال ال الورشة بتاعة علي خطيبي. فقُلت لأبويا أنا عايزاك، فجاني على البيت، حكيت لبابا كل حاجة، قُلت له حصل 1، 2، 3. بابا طبعًا مش قادر يصدّق، إزاي أنتِ بتقولي إيه، ده صاحب عمري، ده أنتِ بيعتبرِك زي بنته. قُلت له والله العظيم ده اللي حصل، أنا طبعًا منهارة وباعيّط. بابا راح له على القهوة، فبيقول له إيه اللي عملته ده، حصل كذا، كذا. بابا طبعًا بيوطّي صوته على قد ما يقدر عشان أنا ما اتفضحش، وخطيبي ما يعرفش، نشوف إحنا هنعمل إيه، هنلِم الدنيا إزاي. المهم هو بدأ يعلّي صوته، وأنت بترمي بلاك عليَّ أنت وبنتك، وأنت ما حصلش حاجة من دي، أنا أصلًا ما كنتش هنا، ده أنا لسه راجع من إسكندرية. طبعًا كان قايل للناس وقايل للناس اللي شغالة عنده والناس في المنطقة إن هو مسافر إسكندرية.
انا لسه راجع من اسكندريه، انتوا بتتبلوا عليا، انتوا معرفش ايه، انت عايز تلبسني مصيبه انت وبنتك عشان تجوزها لي عشان الفلوس اللي عندي. بدأ يعلي صوته. بابا خاف من القلق والشوشره، وبابا حد غلبان قوي. راجل غلبان وراجل مسكين، راجل غلبان في الفلوس وراجل غلبان في الطباع، راجل غلبان في كل حاجه. بابا قال خلاص خلاص. بابا راح قايم ماشي بسرعه قبل ما نتفضح اكتر من كده. المهم بابا قام مشي، وطبعا الناس سمعت. طبعا ال الأماكن الشعبية دي أقل كلمة بتتقال بتنتشر في ثانية. خطيبي سمع الكلام ده، لقيته جالي قال لي اللي بيتقال ده، أنا سمعت إن في واحد اتنين تلاتة. طبعا جاني لقاني منهارة، وجي لقى بابا منهار. فبابا قال له اقعد يا ابني، أنا عايز أكلمك في حاجة. فبابا حكاله الموضوع بالتفصيل، ان انا بالفعل رحت وبابا كان قصده خير وانا كان قصدي خير. طب انتي ما قلتليش ليه انك رايحة؟ فبابا قال له هي ما رضيتش تزعلك وما رضيتش ان انت تشوفها هي رايحة تخدم في البيوت، فانا قلت لها هم ساعتين وترجعي على طول. طيب طبعا انفعل جدا، وانا هروح وانا هعمل فيه وانا هروح ابلغ الحكومة وانا. بابا قال له مفيش منها فايدة، بلاش الشوشرة وبلاش الكلام ده. كل اللي انت بتعمله ده، الراجل ده معاه فلوس ومسنود، ومهما عملنا هو هيخرج منها، ما هينوبنا الا الفضيحة. بص يا ابني، احنا بنحلك من اي وعد انت وعدتنا بيه، وبنحلك من اي حاجة وبنتي، انا وبنتي رزقنا على الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل في الراجل ده. زي ما ضيع بنتي وضيع شرفي وضيع سمعتي، وحسبنا الله ونعم الوكيل في الراجل ده. طبعا خطيبي انهار، وقعد كمان هو يعيط جنبي. هو شايفني منهارة منهارة. انا ضعت ولا فرحة بنت ولا اي حاجة. انا ضعت ومش عارفة اعمل ايه ومش عارفة اروح فين. فلقاني بالوضع ده، قال لي فخرج مشي. فخلاص انا قلت هو كده خلاص، وبدأت اقلع الدبلة وخلاص، وبدأت اقعد في البيت بقى، قاعدة على جنب، اللي هو ولا بكلم حد ولا بزور حد حتى. مش عايزة اقابل اصحابي ولا بروح المصنع شغلي ولا بروح في اي حاجة. خدت جنبه ومكسوفة حتى اوري وشي للناس، لان الموضوع اتعرف، وفي اللي مصدق ان الراجل ده عمل كده وفي اللي مش مصدق. احنا برضو عارفين الاماكن الشعبية. المهم بعد كده ب4 ايام لقيت خطيبي بيخبط على الباب. بابا فتح له، قال له عم الحاج انا عايز اقعد معاك شوية. قعدوا مع بعض. قال له بص، انا عارف ان هي ملهاش ذنب، الغلط الوحيد ان هي ما قالتليش. على الاقل جدا جدا كنت رحت معاها استنيتها تحت البيت. لو انت كنت عايز تخدم صاحبك قوي، كنت انا رحت معاها واستنيتها تحت البيت. بس على العموم اللي حصل حصل، واحنا ما فيش في ايدينا حاجة نعملها. والراجل ده يعني ربنا اكبر منه واكبر من اي حد. الراجل ده احنا ما فيش في ايدينا حاجة نعملها. وزي ما انت قلت يا عم الحاج، بالفعل اي حاجة هنعملها هتبقى شوشرة وفضيحة. فانا خلاص انا سلمت بالامر الواقع، وقلت الحمد لله على كل حال، وانا هكمل معاها واكن مفيش حاجة حصلت. بابا قال له لا يا ابني، انت تعمل في نفسك كده ليه وتعمل في والدتك كده ليه؟ قال له يا عم الحاج، دي والدتي هي اللي اقنعتني بكده، ووالدتي هي اللي قالت لي البنت ملهاش ذنب ونعتبرها اي حاجة حصلت غصب عنها. وده بالفعل غصب عنها. البنت طول عمرها اخلاقها كويسة وشريفة، وابوها مربيها احسن تربية، والمكان كله بيحلف بتربيتها. بالعكس، دي امي مرجحة ان الموضوع اكتر مني. قال له يا ابني للمرة المليون، خد وقتك وفكر، الموضوع مش سهل ومش اي حد يقبل بيه ومش اي راجل يقبل بيه. قال له يا عم الحاج، انا خدت وقتي الكفاية وانا بحبها ومش عايز غيرها، وهي ملهاش ذنب. انا هعتبرها عملت حادثة في الشارع، حصل لها اي حاجة، حادثة عربية. وانا الموضوع خلاص انا هنساه، وهنكمل جوازنا عادي وهنكمل دنيتنا عادي، ويوم ما الدنيا تزنق بينا وانا بالفعل هتعب قوي، هنعزل من المنطقة وخلاص. يا ابني فكر تاني. لا يا عم الحاج، انا خلاص خدت قراري، والخيرة في ما اختاره الله، بنتك شريفة، وبنتك اخلاقها كل الناس تحلف بيها. انت تخرج الشارع دلوقتي كل الناس بتحلف باخلاقها. فانا مش هلاقي زيها تاني، ومش هلاقي حد يحافظ عليا وعلى بيتي وعلى شرفي قدها. فيا عم الحاج لو تسمح لي ان احنا نكمل الجواز، بس اللي انا هطلبه منك ان احنا نكمله بسرعة شوية على قد ما نقدر. اللي موجود واللي في ايدينا ان احنا نجيبه هنجيبه، وبعد كده نبقى انا وهي نجيب براحتنا، بس الجواز يحصل بسرعة اكتر. بابا طبعا احترمه جدا وقدره جدا. وبابا نادى عليا وقال لي علي بيقول واحد اتنين تلاتة، ايه رأيك؟ انا قلت له يا علي ما تلزمش نفسك بيا، انا عارفة ان انت بتحبني وانت عارف انا بحبك قد ايه، بس ده موضوع مش شوية. عيش حياتك وسيبني انا كمان.
اعيش حياتي، وربنا ان شاء الله باذن الله قال لي ما تقوليش كده، انت عارفه انا بحبك قد ايه، وانت عارفه ان انا ما اقدرش اعيش من غيرك. سيبي الدنيا ماشيه وسيبي كل حاجه ماشيه وما تقوليش كده تاني. خلاص انا هعتبر زي ما قلت لعم الحاج ان حصلت لك حادثه عربيه في الشارع يا ستي، كنت هسيبك وامشي؟ اعتبري ان انت حصلت لي حادثه وعجزت في حاجه، كنت هتسيبيني؟ قلت له لا طبعا ما كنتش هسيبك، انا معاك على المر قبل الحلو. قال لي بس وانا معاكي على المر قبل الحلو، واحنا طول عمرنا كنا بنحب بعض، عمرنا ما صرحنا لبعض بده، بس انا طول عمري عايزك من وانا صغير، من وانا في اعدادي، وانتي طول عمرك عايزاني، انا شبه مربيكي على ايدي، انا عارف ايه هي اخلاقك وايه هي دينك وايه هي تربيتك، وعارف كل حاجة، فالغلطة اللي حصلت دي ملكيش ذنب فيها، وهو القدر اللي حطينا فيها، فخلاص احنا هنقول يا رب وهنبدأ حياتنا مع بعض. وبالفعل عدى شهرين واتجوزنا على قد اللي احنا قدرنا نجهزه جهزناه، واتجوزنا وعشت انا وهو، والحمد لله رب العالمين الموضوع ما بيتفتحش اصلا وشبه اتنسى. وخلفت منه ولد وحامل تاني. علي إنسان ربنا يكرمه ويبارك له يا رب، زي ما هو ستر عرضي وزي ما هو وقف جنبي، وعمره في السنة ونص اللي اتجوزناها عمره ما حسسني بأي نقص فيا أو حتى فكرني بالموضوع ده من قريب أو من بعيد، ولما باجي أفتح الموضوع من بعيد قوي بيقفله، والحمد لله ربنا عوضني بيه خير، والحمد لله رب العالمين على كل حال.